صباح واهلا بيكم في فقره الممبرز. النهارده احنا بنصور فقره الممبرز بعد الحلقه الاساسيه، فمش هنقول لكم الحلقه الاساسيه حصل فيها ايه برضه عشان لو حد ما كانش شاف الحلقه لسه. ففقره الممبرز النهارده للمره الاولى هي فقره انا مين. انا وزيكو ضد عرفي وعمر منعي. كابتن رامز. اللاعب الاول. انا لعبت في 5 دوريات في 3 قارات، كسبت الدوري في بلد واحده فقط. ماشي اللي بعده. كلود تاني. انا لعبت مع روبن فان بيرسي، روبي سافيج، دييزو كورا، لوران روبير، ارن لانن. لورين مين؟ روبير. مش عارفه، دي مشكلتك. ده كان في نيوكاسل. ايه انت عبيط يا ابني؟ انا كنت بخبطها اصلا. ايه ده؟ انا والله اول مره اعرفه اصلا غالبا. الكلو الثالث. انا في كل مسيرتي معايا بطولتين قاريتين، وده معناه مع المنتخب ومع النادي. كلو الرابع. في البطولتين اللي فزت فيهم قمت بصناعة هدف في السيمي فاينل في كل واحدة منهم. احنا مش عارفين ده منتخب ولا نادي، فانت لا هو هيطلع في الاخر يقول لك انا ناقص يقول لي مثلا اسمه ثنائي مثلا، عنده اسمين، عمل اسيست في دي ودي. عنده اب وام. السيمي فاينل ده والسيمي فاينل ده. طب الكلو اللي بعده. لا لسه. الكلو الأخير. بعد نهاية مسيرتي عدت لبلادي حتى أعمل كسبورتنج دايركتور لأحد الأندية، وبعدها أصبحت عضو مجلس إدارة في نادي آخر. جنسية امه ايه؟ ما يعني هند حتى لامه. حسام غالي. إجابة صحيحة. ده كلو غريب قوي ده. حلو قوي. حسام غالي. انا عشان ذكوره توتنهام، انا عمال اقول احنا سايبين خط توتنهام خلاص. لعب مع فان بيرسي في فاينورد، لعب مع ذكوره في توتنهام، لعب مع ارون لانون في توتنهام، لعب مع روبي سافيتش في ديربي كاونتي. صح. دي صعبه قوي. وأنا لو اديت أي هنت هو منين هتبقى سهلة فشخ. صح. اللاعب الثاني. أنا لعبت فيه 3 بلاد، 2 منهم في أوروبا، وفي أوروبا فزت بلقب الدوري في البلدين. هو ده اللي انا قلته. ماليش حظ على الكلمه دي. يلا الكلو اللي بعده. لا استنى انا عايز اخمن. مايكل اسيان. إجابة خطأ. الكلو اللي جاي مش هينفع تتكلم فيه. المهم مش الكلو التاني ده بدري. الكلو التاني لتيم مرعي فقط. انا لعبت مع توبي الدرفايرلد، سيدو كيتا، كوادكو اساموا، فيرساليكو، وسماطة. سماطه. علي سمطه. ده يبقى لاعب في مازيمبي. لا لعب علي سمطه، لعب في ليستر. ما تقول لهم كمان. ايه بتاع روبير. طب يلا. على الاقل انا دي غلطت. الكلو الثالث. انا بدأت مسيرتي في ايطاليا مع نادي بياتشينزا في الدرجة الثانية، وبعدها افضل تشكيلة في الدوري الايطالي ل4 مواسم على التوالي. وهنا الدوري الايطالي انا اقصد بيه سيريا A. الكلو الرابع. مثلت منتخب بلادي في يورو 2016 وسجلت هدف تأهلهم من دور المجموعات في آخر 10 دقايق من المباراة الثالثة، وسجلت ليهم هدف في تاني مباراة من الأدوار الإقصائية. الكلو الأخير. في نهاية مسيرتي لعبت لأول مرة في دوريات البلدين اللي كنت ممكن أمثلهم على المستوى الدولي، يعني
هو من الاول خالص كان ممكن يمثل بلدين، اول مره يلعب البلدين دول في الدوريات بتاعتهم كانت في نهايه مسيرته تماما. ديفيد اوريجي. ايه ده اللي انا قلته ده؟ ايه اللي انا قلته ده؟ اجابه خطا. انا اصلا قايل لك حطه في التايم حلقه. العادي يا صاحبي. قايل لك حطه في حلقه. ايه اللي انا بقوله؟ نهايه مسيرتي ممكن يكون انها مسيرته الصراحه، انا مش عارف ايه اللي انا قلته ده. انا اتحمست قوي. تيم مرعي ممكن يجاوب. للتوضيح، البلدين اللي كان ممكن يمثلهم دول هي في بلد منهم لعب لها في اليورو في هو معاه 2016. جنسيتين يعني. جراتسيانو بيليه. اجابه خطا. ايطاليا عامله كيكي. خير الله خمنها بالمناسبه. يعني ده هو في كلو بونص؟ لا يعني ايه؟ لا بتاع لعيب صعب فلازم لا لا، ثانية واحدة يا جماعة، ثانية واحدة يا جماعة لو سمحتوا، في تشتيت. إيدير. اجابه خطا. إيدير ده برازيلي. موسى ديمبélé. اجابه خطا. موسى ديمبélé. ايه اللي انا بقوله؟ لا مش مع انا مصمم مين؟ انا مصمم بلجيكي ومصمم ماركيزيو. اجابه خطا. خطأ ماركيزيو. لا ما اخر بوكس ايه بوكس تو بوكس يعني. ادينا بقى فرصة نفكر، احسب لهم 30 ثانية بتاعتهم. مين طب لعيب ايطالي لعب بوكس تو بوكس؟ انا تعبان يا ابني والله. انا صاحي من 7 الصبح. قبل ما تقول اقول لك هو عمل ايه؟ لعب في انتر. 30 ثانية خلصت. تياجو موتا. اجابه خطا. لا والله الفقره دي كانت لازم تبقى في الحلقه الاساسيه. انت كنت هتموت تاخد لقطه ديك خدتها. ما خدتش، مش هقول اخد لقطة والله. هو ثانيه واحده بس، اراهنك ان هو مش ايطالي مالكش دعوة. صح؟ انا مش هرد يا عم. ايه ده؟ لعب في اليورو ايه؟ انا ما قلتش اجابه فيها 1% تشانس انها صح. طب احنا لا قريبين. سهلها شويه طيب، يا اما خلاص. لا هي قريبه قوي. طب انهي تعادل خلاص، انهي تعادل. طب استنى. انهي تعادل بقى خلاص بقى. طب خلاص هفكر آخر مرة. هننتقل للاعب الاخير. جنسيته ايه؟ بلجيكي؟ بلجيكي. طيب يبقى انت بلجيكي بوكس تو بوكس في الدوري الايطالي. فاضل ايه انت ما قلتوش؟ هو فاضل واحد. هو في بلجيكي واحد بس اللي نجح. ناينجولان. ايه؟ ناينجولان. ايوه، ما تفكروا مع بعض شويه. راجا مش ناينجولان. ممكن يعني يا جماعه. راجا ناديك. يعني انت جبت بلجيكي ومتاكد يعني عادي خلاص. طب ما فاضل كان كام؟ بيشرب فاضل سجاير. اسمين. قول هو بيشرب كان سجاير. فاضل مروان فلاني وقلت له ونانجولان. والله قلت له مروان في الله. قلت له مروان مروان في الله. فلاني ما راحش ايطاليا ولا مره. قال لي كده. رجة تجيب لي رجة. طب اعتبر جبتها ولا لا؟ تجيب لي لا رجة. ما تعتبرش جبتها، بس انا سمعت ده متضايق لما يعني. لي رجة وما اعرفوش. لعب مع سماتة ده فين؟ هو لعب مع سماتة فين؟ في اندرلخت. كالياري. انتورب. أنتورب. لا في بلجيكا يعني. انا حزين. طب كنت تقول طب اي يلا كلو يلا يقرب يلا. طيب، اي كلو يقرب طيب. يلا هو عشان قاعد يقول لكم انه بلجيكي. ده كان قرب يحلف انه انا بلجيكي. كنت متاكد ان هو ايطالي، بس انت مفيش حاجه باين ان هو بلجيكي دي. انا اعرف منين انه بلجيكي يا مان. انا ما اعرفش طب جابها يلا، منين بس يلا تمام. بس. ايوه يلا. انت بس الكلو ما بيقربش عدل. اللاعب الاخير. انا لعبت في 4 من التوب 5 ليجز وفزت ب2 منهم. ماشي خش على اللي بعده بقى على طول. اوكي. انا لعبت مع راميريس، فيكتور فالدي، تشافي سيمنز، ايمانويل اديبايور، راداميل فالكاو، ديفيد نيريس، نونو جوميش. لعب مع راميريز ونونو جوميز وديفيد وتشافي نيرس. سيمنز وديفيد نيرس. وتشافي سيمنز. يلا اللي بعده. كلو الثالث. انا سجلت لمنتخب بلادي اهداف في 7 بطولات مختلفه. 7 بطولات مختلفه في منتخب بيلعب 7 بطولات. لعب مع نونو جوميز. 7 سنوات مختلفه ولا 7 بطولات؟ 7 بطولات مختلفة. بس ممكن تبقى يعني لو يوروهين دي بطولتين. نسخ مختلفه يعني. ماشي. سجلت في 7 نسخ في 7 بطولات. ابراهيموفيتش. جابها خطا. الرابع هيكون لتيم مرعي. الرابع؟ ده الثالث، دلوقتي هنخش في الرابع. طب اديني بقى الكلو الرابع. اوكي. كلو الرابع لتيم مرعي فقط. رغم مسيرة حافلة مع المنتخب إلا إني ما فزتش بدوري أبطال أوروبا إلا مرة واحدة فقط.
طيب احنا كده ممكن نجاوب. الكلو الاخير، انا اكتر لاعب عمل تمريرات حاسمه اللي هي الاسيستس في تاريخ نادي بي اس جي. باوليتا. اجابه خطا. تايم. انا لا أنا ممكن أقول صح؟ ما هي ما دي 30 يا ثانيه. ابني ما انت ما جاوبت غلط، فدي كانت بقيه الدقيقه وبعدين عليها 30 ثانيه. طب انا في واحده هموت ثانية واقولها. بس باستوري. اجابه خطا. رونالدينيو. اجابه خطا. احب اقول لكم بس معلومه، زيكا جاب اللاعب ده من اول كلو، وخيرالا جابه من ثالث كلو. انت بتهزقنا يعني. زيكا جابه من اول كلو. من اول كلو. لا زيكو عامل لكم هاك. نيمار. اجابه خطا. فاضل مين؟ فاضل مبابي بقى ولا اي حاجه، خلينا لا 7 بطولات مختلفه، راجل كبير. جولي. لا 30 ثانيه. بالكوا لا لا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انتوا ليكوا 30 ثانيه، هو خلاص عارفها اكيد طبعا يعني. 100%. دي ماريا. ايوه ايوه يا اخي. عبد الناصر دي ماريا. اسود. قصدي عبد الناصر دي ماريا. يا نهار اسود على الجهل. ايه يا نهار اسود على الجهل. اشمعنى جبت دي ماريا يعني؟ ايه؟ اشمعنى دي اصل ماريا؟ مش فاضل غير. لا اصل مش فاضل غير. لا انا ما جاش في بالي من زمان. انا عايز اقول لكم حاجه، بالي انا من لسه زمان. مش فاكر هو لعب في اس جي. بقول لك ايه، ادي تخفيض للممبر. هنعمل لكم ريفند. تنتهي فقره الممبرز بفوز تيم مرعي 2-0. بس بتذل بقول لك إيه؟ والاذلال وطالع بكرامتك متهانه من الفقره والله. طبعا لعب مع راميريز في بنفيكا. هارد لك يا زيكو. وقصده ايه بساكت بالك كتير دي؟ ايوه بقالك كتير قوي. انا اللي قلت لنجولان يلا. بعد ما اتحكم صفر. معلش يا جماعه، شكرا لكل الممبرز، نحب نحييهم ونراكم الاسبوع الجاي في حلقه جديده. سلام. بص يعني هنقول لك حاجه كده، يعني على مدار السيزون تيم ميت نصوحي كان نسبه 90% بيبقى مغصوب عليه. حلو. فعايزين نعرف بقى رايك انت. طب انا هقول لك حاجه، انا لما اتخيرت ما بين مرعي ونصوحي انا اخترت نصوحي. يعني انت جاي هنا طبعا طبعا انت جاهز للصداع، اكيد كتفك جاهز للتخبيط. اكيد. عندي مزق كده ولا كده، عندي مزق فمش فارقه. طيب بما ان عرفي صاحبك، هل هتعدي حاجات النهارده ولا انت لا. انتمائك لتيم نصوحي؟ لو هعدي بالمعقول، اكتر من المعقول لا مش هعدي. يعني النهارده في حاجات طبعا في حاجات كتير هتعدي. تمام مع الكلام ده؟ انت عارف يعني ايه تعدي؟ ايوه يعني انا قصدي مش همسك لك على واحده. لا قصدي فوت لي نقط. ايوه يعني. لا ثانيه، لا مش هفوت له طبعا. لا انا فاكر ان هو مش يعني مش هتنشن واضح ان معاه. مشكله لا، الاي كيو. عدي. واضح ان لا مشكله طبعا مش الاي هعدي. لا مش كيو. هفوت. لا افوت. قول لي تفوت. لا مش هفوت. لا طبعا لا ايه الهبل ده؟ احنا مستحيل. الاثنين على نفس المستوى الفكري كده. في انا نفس خسران يا المستوى. بيه، انا خسران المره اللي فاتت، عايز اعوض. ايوه يا شيكو. مش هقدر. يا كوبا هيكبيني. دلوقتي في معجنه في الكالتشيو كده. حلو. بما انك مشجع انتر قد الدنيا، مين يكسب الكالتشيو؟ الانتر طبعا 100%. حتى بعد تعادل نابولي؟ طبعا. عادي. هو اي نعم من الاول للسادس فرق نقطتين، بس برضه هنكسب. احنا الاول. طيب انتوا حاليا خامس في الشامبيونز ليج، تمام؟ صح. ويعني على مدار اخر 3 مواسم في الشامبيونز ليج بتقدموا اداءات احسن من كده يعني. اكيد. انتر هيوصل فين السنه دي؟ الانتر يعني انا مش متوقع ان هو يوصل لاكتر من السيمي فاينل. ده اخر. هتبقى راضي لو وصلت سيمي فاينل؟ انا عايز الدوري. بالنسبه لي الدوري اهم. عرفي يعني بتخسر بالك شويه في صوت حدي، ده غير العادي. هل انت اللي اخترت تبقى مع مرعي عشان بصراحه مش فارقه يعني ليفل الخصم اللي موجود النهارده مش فارقه انا هلاعب مين. مش هلعب يعني هلعب مع ليفل الخصم متدني؟ ليفل الخصم متدني. اوكي. فهلعب مع مرعي هلعب مع نصوحي مش فارقه. بس انا طبعا بتكلم كتير فانا مش هتكلم كتير، هتكلم بعد الحلقه. طيب انا يعني عرفت ان زكي صاحبك جدا جدا. شايف برضو ان مفيش اي خوف منه؟ انا هقول لك يعني خليها بقى الكواليس، السؤال اللي سالتوني بقى في العربيه هتشوفوه في الحلقه. المصيبه اللي قالها في العربيه. في اخبار كده متداوله، شويه صحافه صفراء بتقول ان في بيف ما بينك وما بين الحكم الدولي رامز. هل الكلام ده صحيح؟ هو من جوه منفسن، وانا بالذات كمان بعد ما كسب اخر كام حلقه وشاف نفسه زياده عن اللزوم ما بقتش طايقه. وبتقول الكلام ده قبل الحلقه عادي. قلبك جايبك ومش خايف من اي حاجه. عادي. طيب ايه رايك في نظام الشامبيونز ليج دي؟ تحفه.
مشكلتي الوحيده معاه ان الدوري اللي في الاول ما بيطلعش فرق كفايه بره المسابقه، فانت تلعب طبعا ماتشات دوري في الاخر 12 فرقه بس اللي هتصيف. انا شايف المفروض النظام ده كان يبينالايز اكتر فرق اكتر في مرحله الدوري. حابين نقول الاتحاد الافريقي ياخدوا من خبره. لان دلوقتي مثلا بي اس جي اتغلب 4 ماتشات ولسه ممكن يصعد. ريال مدريد اتغلب ماتشين كان ممكن يتغلب الثالث لسه هيصعد. فيعني